فيما يخص هذه العمليه هذه التضامنيه، مبادره اللي راهي في الطبعه تاعها الثالثه، اللي تتمثل اللي راهي نديروها على مستوى الحي تاعنا، حي الرياح الكبرى، اللي راهي في الطبعه الثالثه، اللي تتمثل في ذبح عجلين، وبعدها سوف نوزع على المحتاجين الذين لم يسعفهم الحظ ولم يكن عندهم امكانيات باش يذبحوا ويفرحوا بمناسبه عيد الاضحى. احنا ارضناها كل عام، راهي من الطبعه الثالثه اقولها، باش تكون عرس يشارك فيها العائلات، الاطفال، الكبار، الصغار، باش نجمعوا هاد السكان هذوما. العشر الاوائل من شهر ذي الحجه التي هي افضل ايام الدنيا، ونحن على مقربة من يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، نهنئ جميع القائمين على هذه الأعمال، ونستشرف لأحياء أخرى وبلدية أخرى أن تقوم بهذه الأعمال الخيرية وأن تنتشر بين الناس. كما أبارك للولد الصغير الذي ختم القرآن الكريم وعمره 8 سنوات، إياد بوفلاح، بمناسبة هذه الهدي أو هذه الأضحية التي ستقدم للفقراء والمساكين. يعني احنا كمجلس الشعب الولائي ندعموا ونرافقوا، ويعني مثل هكذا عمليات اللي هي تعتبر تكافل اجتماعي بامتياز، وهذا يدل على التآزر واللحمة الموجودة بين الأسرة الجزائرية والمجتمع الجزائري بشكل عام. نذبحوا زوز عجولة ونوزعوهم على الفقراء والمحتاجين ونوصلوهم من باب الدار، يعني في كلش. الحمد لله الحمد لله، يكون كامل نشاط كما راك تشوف، نجيبوا دراري صغار، يجوا من نساء، كامل عرس عائلي، تقدر تقول حومه متوحده. كل عيد هكذا ماشي خطره الاولى، نتلموا كاع خاوه بيناتنا، كاين الناس الخير يذبحوا زوج بقر، الله يبارك، يوزعوا على الناس. ان شاء الله ربي يقوي الخير في البلاد هذه وربي يثبتنا ان شاء الله.